انا حليت اصعب كتاب في ثانويه عامه اللي هو كتاب الوسام بتاع الدكتور احمد بركه. وانا قدكم في ثانويه عامه كنت جايب 55 من 60 في الفيزياء، وانا اصلا بادئها من نص شهر 11 ومخلص المنهج تقريبا ليالي الامتحان. وما تابعتش يعني غير على اليوتيوب وما رحتش درس. فانا في الفيديو ده هحاول احل لكم مشكله الفيزياء دي، لان في ناس كتير اصلا ما زالت عندها مشكله في الفيزياء. وانت ممكن تكون بتسمع الفيديو دوت، يعني انت بتسمع المدرسين المشاهير، مثلا ممكن تكون بتسمع مستر محمود مجدي او محمد عبد المعبود او دكتور كيرلس. يعني انا اعتقد انت اللي بيتفرج على الفيديو ده يعني بيتفرج على المدرسين دول. وهو انت طالما انت دخلت الفيديو ده يبقى انت عندك اصلا مشكله في الفيزياء، وسواء في الحل او في الشرح او كده. فانا ان شاء الله في الفيديو دوت هحاول اجيب لك زي خلاصه انت تعمل ايه. والله الفيديو دوت هحطك على الطريق الصح، بس انت اعمل اللي انا هقول لك عليه. اولا كل حاجه انا هقولها لك هتلاقيها موجوده على اليوتيوب ان شاء الله. اول نقطه هجيبها لكم اللي هي نقطه الشرح. انا ما كنتش بسمع على مستر محمود مجدي ولا مستر محمد عبد المعبود. هو انا سمعتهم فتره بس اكتشفت ان هم مش مناسبين ليا خالص، تمام. لان هو كنت ساعتها مستر محمد عبد المعبود كنت بحس شرحه صعب شويه، مش بيمشي تدريجي. يعني مثلا مش بياخد الحاجه، ما بيبسطش الحاجه يعني زياده عن اللزوم. هو افكاره صعبه لكن ما مش يعني اعتقد ان الفكره الصعبه ممكن تتشرح بطريقه اسهل. وكذلك مع مستر محمود مجدي كنت بحس ان هو مثلا ممكن يكون مش بيهتم بالنظري قوي. فانا كنت عمال ادور على حد يعمل لي الميكس بين النظري والمسائل. وكمان اصلا امتحان ثانويه عامه السنه اللي فاتت اللي هي 2025 بقى اصلا معظمه نظري. يعني الامتحان الناس اتصدمت فيه ان هو معظمه نظري مش مسائل. يعني انت لو مع مدرس بيهتم بالمسائل زياده عن اللزوم فانت هتضيع شويه. المهم يعني، فانا كنت بتابع مين؟ انا كنت بتابع قناه اسمها المهندس في الفيزياء. يعني المستر ده هو حاليا المستر ده مش بينزل شرح جديد، يعني الشرح بتاعه قديم. لما انا دخلت على القناه لقيته بينزل شرح قديم. المستر دوت يعني انت تقدر تسمع الشرح القديم بتاعه وهيكون كافي ليك، لان هو يعني والله بيقول افكارك صعبه قوي، و يعني بتيجي في امتحانات ثانويه عامه. وثانيا هو بيبسط الشرح، يعني مثلا الفكره الصعبه بيبسطها، مش زي مستر محمد عبد المعبود مثلا. انا كنت بحس كده، يعني هو مدرس فاضل لكن انا كنت بحس كده ان هو مثلا الفكره الصعبه هو ممكن بيشرحها بطريقه صعبه، تمام. هو السيستم عنده كويس وكل حاجه الدنيا تمام، بس انا كنت محتاج حد يشرح لي حاجه صعبه بس بطريقه سهله، ويبقى فاهم ان انا مثلا ممكن ما يكونش عندي اساسيات او حاجه، تمام. دي اول نقطه. فالمستر ده كان بيعمل لي الميكس ده، فده تقدر تلتزم معاه بالشرح طول المنهج، تمام. المساعدين بتوعه بينزلوا الشرح القديم عشان هو المستر حاليا يعني مش موجود، تمام. فالمهم يعني انت هتبحث عن اسم القناه ده بخصوص الشرح، تمام. لو انت بقى عايز تتعلم تريكات في الحل، هو تقريبا كان منزل حل برضه، بس انا يعني كده ده بخصوص الشرح. ان هو المستر ده لو انت ازهر او عام، يعني خلي بالك المستر ده بيجمع بين النظري عشان الازهر والمسائل عشان العام. يعني انا اصلا كنت ازهري، فانا كنت لسه اول دفعه نظام جديد، فكنت محتاج حد يجمع لي بين النظري وفي نفس الوقت يجمع لي بين المسائل. لان انا كنت الازهر نظامه ازاي؟ ان انت تمتحن امتحان ثانويه عامه وفي نفس الوقت يعني مسائل شبه ثانويه عامه، ونظري اللي هو النظري الطبيعي بتاعنا. بس يعني السنه اللي فاتت الامتحان العام كان اصلا معظمه نظري، فانت المدرس ده هيكون افضل اختيار ليك ان شاء الله، وهتفهم باذن الله. انت بس يعني محتاج صبر شويه وتصبر على المحاضرات يعني، وتلزم نفسك، لان انت مش هتلاقي حد يتابعك، لان انت على اليوتيوب خلاص. انا كنت كده برضه، لزمت نفسي معاه طول السنه. اتاخرت في المنهج، طبيعي انا اتاخرت في المنهج، بس الفكره ان انا كنت بذاكر بضمير يعني شويه. ما هو طبيعي عشان انت بتلزم نفسك، انت الاعتماد كله على نفسك، فانت هتتاخر شويه. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا قلنا المستر مهندس الفيزياء. تاني قناه شرح برضه مستر محسن الحسيني، تمام. يا رب اكون متذكر. فهتبحث على قناته ده بقى، يعني مناسب للعام بس، يعني ما بيقولش نظري زي للازهر، مش مناسب للازهر خالص، فانت ده مناسب للعام. اللهم صل على سيدنا محمد. فانت هتدور على قناه المهندس الفيزياء. رقم 2 محسن الحسيني، ده كده شرح. ولو انت عايز تشترك مع مستر محسن الحسيني طبعا حل هيكون كويس ليك جدا على فكره، وسعر الاشتراك معاه مش غالي قوي، رخيص. رقم 2 نقطه الحل في قناه اسمها الفيزياء والحياه. الفيزياء والحياه دي بتحل كتب كتير يعني، فانت هتتابع معاه في الحل. لو انت ما بتعرفش تحل هتتابع معاه، بيدي تريكات. المستر ده بيدي تريكات في الحل، فده هيفيدك جدا وهيخليك هينقل مستواك اصلا في الحل. هتفهم تريكات في الحل هتسرع عليك الحل، ماشي. ده بخصوص المسائل يعني. طب هتحل من كتب ايه؟ يعني خلاص كده احنا خلصنا الشرح وخلصنا الحل ان شاء الله. هتحل من كتب ايه؟ كتاب الامتحان كافي. كتاب الامتحان لوحده كافي سواء عام او ازهر، تمام. الازهر بس هيزود يعني سنه، يجيب كتاب المرشد او يجيب كتاب ايا كان بقى، كتاب ازهري يكون فيه نظري والحاجات اللي زي دي، تمام. ده بخصوص الكتاب اللي هتحل منه. كتاب الامتحان كافي. طيب فهمت كويس، علي بقى براحتك. انت فهمت ومعاك وقت فاضي، علي براحتك. انا كنت ازهري اهو، انا حليت اصعب كتاب في ثانويه عامه
اللي هو كتاب الوسام بتاع الدكتور احمد بركه، عشان كنت فاهم وكنت بحل اسئله الازهر اللي هي المستويات الضعيف دي، وكنت بحل على طول على الوسام. انت متخيل الناس بتمشي تدريج امتحان نيوتن وكده، لا انا حليت الوسام على طول مره واحده ولقيت نفسي بحل فيه عادي. تمام. بس انا لما دخلت الامتحان اكتشفت ان مفيش اسئله جت منه عادي، هو بس افكار بيوسع مخك مش اكتر، لكن انت في الاخر الامتحان بيجي في مستوى كتاب الامتحان لازم انت تبقى فاهم، والامتحان هتحس ان الاسئله دي انت اول مره تشوفها. يعني انت هتخش امتحان ثانويه عامه او ثانويه ازهريه الاثنين واحد، هتخش الامتحان هتحس ان الاسئله دي اول مره تشوفها، بس انت لو فاهم هتتعامل معاها. انا برضه نفس الكلام حصل معايا نفس الكلام دوت يعني. تمام. وانا اصلا كنت يعني مخلص المنهج ليله الامتحان، بس من لستر ربنا او يعني هو من عند ربنا كده، كان في 7 ايام اجازه قبل الفيزياء عندنا، يعني سابوا 7 ايام اجازه قبل الفيزياء، فده اداني فتره شويه ان انا ايه الحق الم جزء كبير من اللي انا كان فايتني اصلا. ما كنتش حاجات سمعت شرحها ولا راجعت ولا حليت امتحانات شامله، بس كل اللي انا كنت بعمله ان انا كنت بذاكر الدرس، بذاكر بضمير وبحل عليه من امتحانات ثانويه عامه. بص بشوف الدرس دوت جه عليه اسئله في امتحانات السنوات اللي فاتت ازاي وراح حللها. انا بقارن نفس مستواي بمستوى الامتحان. يبقى احنا كده قلنا نقطه الشرح ونقطه الحل. الكتاب الشرح بقى اللي انت هتذاكر منه كتاب مين؟ كتاب الوافي، مناسب للازهر والعام. ليه بقى؟ لانه برضه بيحط افكار صعبه، والكتاب ده انا كنت معتمد عليه اعتماد كلي، كنت كل معلومه بعرفها في الفيزياء بنقلها فيه، كل معلومه بعرفها بنقلها فيه. تمام. يبقى انا كنت بلتزم، بص بمشي بسيط، ولما الاقي نفسي فاضي فضيت يعني خلصت البسيط اللي معايا في ايدي ده، بخش بقى في اسئله يعني يعني في كتب تانية. تمام. انا عايزك دلوقتي تفهم كويس وتبقى فاهم الامثله المحلوله نفسها تحلها، كل تركه كل نقطه نظريه لازم تبقى فاهمها. ماشي. وكتاب الوفا يكون افضل اختيار ليك يعني في ايه في الشرح. تمام يا شباب، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت. ولو حد فيكم عنده مشكله في الكيمياء ان شاء الله هتكون المنصه بتاعتنا خير اختيار ليه. تمام. طبعا لو انت جاي من الفيديو ده ففي خصم كبير جدا على المنصه، الحقه لو انت ازهر او عام يعني، وفي نظام كامل للازهر ونظام كامل للعام. لو انت عايز تعرف تفاصيل اي اشتراك على المنصه ابعت الارقام اللي هتظهر لك على الشاشه. وربنا يوفقكم يا رب. مع الف سلامه.